لو بتدور على لابتوب بيديلك اعلى اداء ممكن في فئة ال 24500 جنيه، فعليا جهاز يديلك افضل قيمة مقابل سعر في الفئة السعرية اللي بيجي فيها، جهاز فعليا هيقدم لك احسن اداء في البرمجة، المونتاج، البرامج الهندسية، برامج الجرافيك، الالعاب. افضل اداء ممكن تاخده في الفئة السعرية دي الجهاز ده هيقدمه لك. والجهاز اللي معانا هو الديل بريسيشن ال 7730. من غير اي مقدمات كتير خلينا في الفيديو بتاعنا. نبدأ اول حاجة بمواصفات الجهاز بيجي معانا بمعالج انتل زيون اي 2176 ام. ده معالج بيجي بست انواع، 12 مسار وتردد تربو 4.4 جيجا هرتز. المعالج من الجيل الثامن بس بيتفوق على اداء الكور اي 7 من الجيل الثامن برضه، والاداء بتاع المعالج الزيون دوت اقل بحاجه بسيطه جدا عن الكور اي 7 الجيل التاسع، تقدر تعتبره وسط ما بين الاثنين. بالنسبه لكارت شاشه فانت هنا عندك كارت اللي هو الانتل المدمج العادي اللي بيجي في اي جهاز، والكارت بقى الثاني الخارجي وهو النفيديا البي 3200. ده كارت شاشه بيجي بمساحه 6 جيجا برامات جي دي دي ار 5. الكارت فعليا الاداء بتاعه هنشوفه قدام، بس خلينا اديلك هنت كده ان ده يعتبر افضل واعلى كارت شاشه موجود في الفئه السعريه دي. بالنسبه للرامات والهاردات فالجهاز بيجي باس اس دي ام دوت 2 512 جيجا مع رامات 16 جيجا دي دي ار 4. الرامات ممكن ان انت تزودها لحد 64 جيجا، والهاردات ممكن ان انت تركب لحد 3 هاردات ام دوت 2. في نسخ من اللاب بتاخد اتش دي دي، بس دي النسخ اللي ببطاريه صغيره. النسخه اللي معايا هنا اللي هي البطاريه الكبيره اللي مش بتقبل هارد اتش دي دي، بس ممكن تركب فيها لحد 3 اس اس دي ام دوت 2. نتكلم بعد كده عن الشاشه بتاعت الجهاز بيجي بشاشه 17.3 انش بدقه فول اتش دي. البانل بتاعها اي بي اس، والشاشه هنا الترا شارب. الالوان بتاعتها والكونتراست والتفاصيل اللي الشاشه دي هتقدمها لك فعليا بتتفوق على اي شاشه تانية من اجهزه لينوفو، اجهزه اتش بي، او حتى اي جهاز تاني من اجهزه الديل اللي في نفس الفئه السعريه ديت، او حتى برضه اللي في فئات سعريه اغلى شويه. فعليا الشاشه دي الالوان والتفاصيل بتاعتها انا ما لقيتش زيها في نفس السعر ده، وكمان في حجم 17.3 انش. فمتعه انك تلعب على اللاب او تشغل عليه برامج جرافيك ديزاين او برامج هندسيه مثلا زي اوتوكاد او 3 دي ماكس او البرامج بتاعه المونتاج مثلا والتلوين، فعليا كل البرامج دي هتشتغل معاك هنا، هتحس انك مستمتع جدا وانت شغال على الشاشه بتاعه الجهاز دي. بالنسبه للمداخل والمخارج بتاعه اللاب فاللاب هنا بيجي لك ب3 يو اس بي 3.1، 2 يو اس بي تايب سي. الجهاز بيجي لك مدخل اللان ومدخل الاتش دي ام اي ومدخل ميني ديسبلاي بورد، وزيه زي اي جهاز في مدخل الاس دي كارد ريدر. بالنسبه للبطاريه بتاعه اللاب دوت فزي ما قلت بيجي منها نسختين. النسخه الاولى وهي اللي معايا هنا اللي بتيجي بحجم 97 واط اور، واللي هتقعد معاك متوسط الاربع ل5 ساعات، وده الاداء المثالي بتاعها واللي تعتبر قعدته معايا هنا. على عكس ان ممكن تلاقي نفس الجهاز بنفس النسخه بتاعه البطاريه بتقعد مثلا 3 ساعات ونص بس او 3 ساعات مثلا بس. ده مش معناه ان البطاريه بايظه، ولكن اعرف ان الجهاز برضو لا يزال انتج من حوالي 5 سنين، فطبيعي ان البطاريه ادائها هيكون اقل مع الوقت. فعادي انك ممكن تلاقي نفس الجهاز بنفس نسخه البطاريه بتقعد 3 ساعات بس. النسخه اللي معايا بتعدي الحمد لله 4 ساعات. في نسخ تانية ممكن تكون اقل، كلها عادي وكلها بتكون البطاريه سليمه. اللاب برضو بينزل منه نسخه بقى تانية من البطاريه، وهي النسخه اللي بتيجي بحجم 64 واط اور، هتقعد معاك متوسط الساعتين ونص لحد 3 ساعات. ده برضو الاداء المثالي بتاعها. بس النسخه الصغيره ديت بتقبل انك تركب معاها هارد ساتا، سواء ركبت فيه بعد كده اس اس دي ساتا او هارد اتش دي دي، وده لان حجم البطاريه نفسه بيكون اصغر جوه الجهاز. وبالنسبه للشاحن بتاع اللاب فاللاب بيشحن بشاحن 240 واط. لو ركبت عليه شاحن 210 او 230 عادي جدا هيشتغل مع الجهاز كويس جدا. الشاحن هيشحن لك الجهاز في متوسط الساعه ونص لحد ساعتين وربع تقريبا على حسب حجم الشاحن اللي انت بتستخدمه، بس المتوسط بيكون حوالي ساعتين تقريبا. بالنسبه للوزن بتاع الجهاز فالجهاز هنا بيجي بوزن 3.1 كيلو جرام. ده النسخه اللي هي بطاريه صغيره، بس النسخه اللي بطاريه كبيره وزنها بيكون 3.3 كيلو جرام. عارف ان وزن الجهاز ما هواش اخف حاجه، الجهاز فعليا صعب شويه انك تتنقل بيه كتير، ولكن لو انت مش بتتنقل كتير، بتنقل مثلا مره او مرتين في الاسبوع، فالجهاز وزنه مش زي اجهزه ال 17 بوصه القديمه اللي كانت بتوصل ل 3.7 كيلو او حتى 4 كيلو. لا الجهاز هنا بيجي لك بوزن 3.3. هو مش خفيف بس في نفس الوقت مش اتقل حاجه، وبرضه عادي انك تحطه في شنطه وتتنقل بيه. لو هتتنقل مره او مرتين في الاسبوع التنقل بيه مش هيكون صعب قوي. واللي صدقني كده بمجرد ما تجرب الاداء بتاع الجهاز دوت انت هتنسى تماما نقطه الوزن، لان مفيش لابتوب 15 بوصه في نفس الفئه السعريه ديت هيدي لك نفس الاداء اللي الجهاز ده بيقدمه. فانت مجرد ما تجربه هتنسى تماما نقطه الوزن بتاعه، وهتبدا ان انت ممكن تشيله في الشنطه وتبدا تجري بيه من مجرد بس ما تشوف الاداء اللي الجهاز ده بيقدمه لك.
بالنسبه للتبريد بتاع الجهاز، فالجهاز هنا بيجي بمروحتين تبريد، واحده للبروسيسور وواحده لكارت الشاشه، مع 4 اماكن بيخرج منهم الهواء السخن، وكده كده زيه زي اي لاب بيشفط عادي الهواء من تحت الجهاز وبيطلعه من 4 اماكن هنا من الجناب. وبالنسبه لدرجات الحراره والاداء بتاع الجهاز، فكل ده هسيبك تتفرج عليه دلوقتي. انا جربت الاداء بتاعه على لعبه ذا ويتشر 3، وجربته برده على لعبه بيس 2021. كان نفسي اجربه لك على فيفا 24 بس للاسف مش موجوده عندي، ولكن صدقني لما تشوف الفريمات بتاعه في الالعاب دي هتعرف اداؤه برده في الالعاب الاعلى منها هيكون عامل ازاي. هسيبك بقى تتفرج على الاداء ودرجات الحراره عشان ارجع في الاخر اقول لك السعر والتقييم النهائي للجهاز. Once again decorated in the colours of Barcelona. This is what greets the players every time. The action has already started. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Of course, Antoine Griezmann. He's got a bit of everything, Peter. Speed, great technical ability, and the priceless gift of being able to make all the right decisions at the right times. Personally, I really like the way he can always take a little touch to give himself that half a yard of space. He needs to get a shot away, and he doesn't miss too many either, does he? Yeah, hard to see past him. We're looking to put on. See that, Sherry? Art will knock anyone or anything off balance, destroy their rhythm. Time for axing. Yeah, I hate this feeling. That's really what you're right. Turn it out. Show her, girl. See this, Sherry? Couldn't move if I wanted. Throw a bomb. Don't worry, Sherry. Gwen will dampen the blow. بعد بقى ما شفنا الاداء بتاع الجهاز وشفنا ان هو ازاي وصل لحوالي ال 75 او ال 80 فريم كمان في لعبه ذا ويتشر 3 على هاي سيتنجز، واللي على فكره ممكن تشغلها على الترا سيتنجز عادي جدا اللي هي اعلى اعدادات في اللعبه، برده اللعبه هتشتغل معاك عادي جدا، هتبقى متوسط حوالي ال 50 ل 55 فريم، برده هتشتغل حلو جدا وانت بتتكلم في لعبه من الالعاب العاليه مشغلها على الترا سيتنجز. طبعا بيس انا مش محتاج اتكلم عنها لان بيس وفيفا اصلا حتى نسخ 2024 مش العاب متطلبه قوي، فانت كده كده ممكن تشغل على الجهاز هنا لحد فيفا 2024 هتعدي معاك ال 60 فريم على اعلى اعدادات. فلو انت واحد جايب اللاب لانك تلعب مثلا بيس او فيفا فمش محتاج اشرح لك اصلا ان الجهاز هيشغلهم لك كويس. الجهاز لو لحد فيفا 2028 هيفضل برضه مشغلهم كويس طالما احنا شغالين بنفس المحركات اللي الشركات لسه شغاله بيه لحد دلوقتي في العاب الكوره. بالنسبه للسعر بتاع الجهاز، فالجهاز بيجي بسعر 24500 جنيه. تقدر ان انت تطلبه من الموقع بتاعنا اللي هسيب لك الرابط بتاعه تحت في وصف الفيديو، او ممكن ان انت تجي لنا الفرع بتاعنا وتجرب. لو معاك لعبه او برنامج حابب ان انت تجربه مع الجهاز ده او اي جهاز تاني، تعالى وجرب براحتك خالص واعرف انهي جهاز فيهم اللي هيريحك في الاخر واشتريه. بالنسبه بقى لتفاصيل الشراء والبيع والكلام ده كل ده انا سايبه للقناه بتاعه البيع اللي اسمها لابتوب ايجي اللي هسيب لك الرابط بتاعها تحت في وصف الفيديو. كده بقى احنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل، تنزل حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وتعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. كان معاكم علي عيد، سلام عليكم.